السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد عن فيديوهات التنظيف وردات الفعل. هون الأخ كأنه ورشة تنظيف عم يلمع السيراميك الأبيض اللي ما كانت ظاهرتله ملامح أبدا، وهون انتقل لعند المجلة وعم يشيل كمية النشح والوسخ بالخرقة البيضة. ما شاء الله عنك، يعني أتربة ووسخ مو طبيعية. كيف البشر متحملين هالوسخ؟ أنا ماني مستوعبة. هون انتقل لتحت المجلة وبلش يبخ ويفرك ويمسح، وبرضه بيمسح بالخرقة طبيعي. يعني احنا عنا بسوريا وقت التنظيف أو وقت التعزيل يمسكوا النربيج اللي هو خرطوم المي وفرك ودعك وكتمي، يعني البيت بيغرق بس بيكون النظافة 100%. أما أنا مستغربة كيف عبيفرك ويمسح بالخرقة بكل ثقة. انتقل على الشباك عبيمسح الصدى فرشاة أسنان، مسحهم ونظفهم ولمعهم ورجعها جديدة. هون طلع كمان عند الشبابيك لفوق وعبيمسح الأتربة، حتى الشبابيك عم يتغير لونها. هون كمان على طرف الشباك كمية غبرة يا لطيف، بس المنظر بعد التنظيف مريح نفسيا كتير. هون عم بمسح البلور بلمعه خرقة بيضة. أنا مزعجني غير الخرقة البيضة، يعني اللي عم تروح كب مع هالنشح. هون مسح كمان التراب والبلاوي كلياتها، وكمان هون في سيراميك، هو اسمه سيراميك أبيض بس ما مبين إنه سيراميك أبيض. بلش كمان روح الوسخ ومسح، ما كتمي مسح الخرقة. كمان هون عم بفرك السيراميك الأبيض ورجع له بياضه ومسح بالخرقة. هون كمان انتقل على البلور تبعية الشباك ومسحه. طقة الضوء كمان مسحه. هون رف عليه كمية تراب وغبرة يا لطيف. يعني ما مبين كانت ملامح الرف خالص، كله بالشفرات عم يشيل الوسخ من كتر ما كأنه البيت مهجور أو ساكنة فيه مرة. يعني أقل ما يقال عنه إنه منشأ. كمان هون انتقل تحت التخت وعم يشعل الضوء البنفسجي اللي ما عرفت شو هو. نظرة أخيرة وتمام، راحة نفسية بعد النظافة طبعا. كمان هون السيراميك اللي ما مبين له ملامح وعم ينظفه ويمسحه بالخرقة، بس غير لون الخرقة يعني خلص انتقل على الفوشة. كمان هون طراف الباب أو الشباك، يا إلهي. هون كمان انتقل على المكيف تقريبا مسح الغبرة عنه. حتى الخشب عليه كمية غبرة عم ينشال بالشفرة حتى ينضف. بس شوفوا كيف صار بعد مريح نفسيا. هون عم يكمل تنظيف بالرفوف الخشب وعم يلمعها وبنظفها وعم يطالع كميات هائلة من الغبرة، ومسح البلور ورجعه جديد. حتى الأرضية الخشب مو سلمانة من النشح والوسخ. مسح وشال الوسخ، وكمان مسح الأرضية. مسح في كمية وسخ ما عم تنشال غير بالشفرة، يعني مر عليها دهر حتى يبسانة. هون كمان باللون البنفتحي اللي ما عرفت لشو. هون قبل بعد، يعني راحة نفسية بعد ما تشوف المنظر بعد ما تنظف. هون الحيط كمان تلمع، وهون الكبسة نطفت. هون المكيف رجع جديد. هون المجلة صارت يا سلام ظهر لونها. الرفوف كمان نطفت صارت بتلمع لمع. هون السيراميك رجعت جديدة. تحت المجلة كمان
حتى بانت ملامح البيت، ملامح الرفوف كمان هوني. يعني وسخ ما بينشال غير بالشفرة وشفطون شفط، ومسحهم بالخرا. حتى رجع السيراميك جديد عبير ما لمع. هون كمان انتقل على الحيط السيراميك الأبيض، كمان ضخ مواد مسح. رجع جداد. هون تقريبا هالبراد، ظهر البراد عليه زفر وسخ، يا إلهي. بس عن جد هيك فيديوهات بحسها مريحة نفسيا، يعني النظافة بتريح نفسيا. يعني حتى أنا وقت اللي بكون مكتئبة، يعني وحتى لو بيتي نظيف بقوم بحاول يعني لاقي شغلة، أي شغلة أشتغل أنظف ترتاح نفسيتي. هون كمان تقريبا هذا باب مسحوا ولمعوا ونظفوا. هون براد لونه حلو، لونه أحمر. طبعا يا أخواني اللي نسي يشترك بالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة، واكتبوا لي رأيكم بهيك بيوت وبهيك نشاحة. وفي معقول ممكن يكون في بيوت ناس عايشين فيها يكون البيت هيك منشاح، ولا احتمال يكون البيت مهجور؟ احكولي إذا بتعرفوا هيك ناس منشحة. أنا حقيقي بعرف في كتير ناس بهيك نشاحة وهيك عفانة، أسأل الله إنه يهديهم. بس كيف قدرانين يعيشوا ما بعرف، كيف بيقدروا يعيشوا على كمية الوسخ ما بعرف. يعني حتى الوسخ ممكن يجلب الشياطين، يجلب الهم، يعني والنظافة من الإيمان يعني بالنهاية. حتى يعني يعتبر إذا كنت تعبانة وبدك تضبطي بيتك أو تنظفي بيتك، اعتبري إنه هالشي إماطة أذى. يعني إذا أماطة الأذى عن الطريق فيها ثواب، فإجباري وأكيد إنه ببيتك إماطة الأذى عن نفسك وعن أولادك وعن زوجك رح يكون ثوابه أعظم عند رب العالمين. هون كمان انتقل على السيراميك، نظفوا لمعوا شفطوا شفط. عن جد ما مضايقني غير إنه عم يمسح مسح، يعني حتى كت المي راحة نفسية، بتكتي وبتروح طبقات كثيرة من الوسخ. بلش يكتمل، هون بلشت الراحة النفسية. أخواتي وأخواني اللي لسه موصلين لهي الثانية من الفيديو، لا تنسوا تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنكمل الفيديو. هون كمان انتقل على غرفة النوم، ووسخ كمية أغراض ودراديع تحت التخت كثيرة، يعني كأنه سلة الزبالة محطوطة تحت التخت. كمان دمن وشفط ومسح الغبرة. يعني كمية أغراض تحت التخت، يعني فوضى. مسحهم ولمعهم وتصير الأرضية بتلمع لمع. غبرة كمان، يعني غبرة كبيرة كمان كتيرة مسحها. هون قرب الكوميدينا عبالكم شوفوا نشرح شوفوا كمية الغبرة. كمان لمن ومسحهم يا إلهي، يعني أوساخ بتجيب المرض من سابع أرض. كمان مسحها ولمعها ورجعها جديدة، مسح الأرضية قبل ما يرجعها ورجعها. كمان العلاقة ما سلمانة من الغبرة والوسخ. كمان هون علبة تقريبا هون خزنوا الأغراض الصغيرة. حتى الدش ما سلم من الغبرة. كمان عم بشيلهم بالفرشاية. كمان لما بس رجعت جديدة. وهون الأرضية كلها عم بمسحها مسح وعم بنضفها من الغبرة. كمان انتقل الدرج ومسح الغبرة من على الدرج. يعني شو كان بيأثر لو كديت سطل المي ومسحت الدرج. كمان هون يا إلهي ورا الديوان غباير وغراض ودراديع يا إلهي. كمان مسح الأرضية وحتى شال الغبرة مع الديوان. يعني حتى الأغراض ما بينسخ عليها، كلها مبين عليها جديدة وعم تلمع. يعني رجعها جديدة بعد المسح التنظيف. كمان مسح الغبرة هون. هذا لوح تعليم تقريبا.
لا طلعت صورة تقريبا الأحرف الصينية أو اليابانية ما بعرف. هون مسح الشاشة. حتى باب الدار كتير حلو فخم، يعني واضح إن البيت فخم بس كان بده شوية رتابة ونظافة. وطلع على الباب من فوق حتى يلمع الباب من ضخامته. هون يبلشوا يلمعوا الأرضية، تقريبا هاي غرفة أولاد صغار. هون عم بعد الخرق اللي مسح فيها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.